مصر محتاجه فعلا الايام ديت، يعني مش سياسيين بقى ولا لعيبه عندنا من ده كتير. مصر يعني ناقصها عالم دين، ناقصنا شيخ، عايزين شخص مجدد، حد كده كلنا نثق فيه ونمشي وراه واحنا مطمنين. البعض لقبه بالعارف بالله. سيدي ومولاي الشيخ إبراهيم أبو حسين، شيخ الساحة الحسينية الأحمدية في مصر والعالم الإسلامي. تحب نقول لك ايه؟ هل زي ما بيقول لك البعض العارف بالله، ولا نقول لك ايه؟ إبراهيم، أخوك إبراهيم. الشيخ إبراهيم يعرف ايه عن ربنا غير اللي العلماء عارفينه، علشان كده لقب بالعارف؟ دي حاجات أسرار بقى. هتستنصح عليا ولا ايه؟ اسرار بقى دي يا معلم ما ينفعش خالص. اقول لك ليه لقبت بالعارف؟ ما انا لو قلتها لك هتبقى انت كمان عارف، ساعتها بقى اروح ابيع ايه انا بقى ولا ايه؟ بس ايه ده، هم ازاي لقبوك بالعارف لما هم مش عارفين انت عارف ايه؟ دي حاجات أسرار بقى. ايوه يعني لما احتاج ايه اجي لك؟ دي حاجات أسرار بقى. ما تجاوبنا يا شيخ بجد، يعني مش بنسالك خلطه كنتاك يعني يا جماعه. بالنسبه للناس اللي مش عارفه، ده المفروض شيخ بيدعي ان هو عنده علم مش عند اي حد. العارف بالله ده بقى بيطلع في الجوامع يخطب في الناس، بيتباس من ايده على انه ولي من اولياء الله الصالحين. الاعلام بقى له فتره بيصدروا للناس ومحدش عارف ليه؟ لان هو الوحيد اللي عارف. فخلينا بقى نساله مثلا في حاجات معصلجه معانا في مصر، نساله مثلا على الاقتصاد، لا صعبه دي، خلينا في حاجه اسهل. رايكم نشتكي له مثلا من مشكله المناخ مثلا؟ ما انت عندك مشكله الداخل والخارج، يعني اللقمه دي مشكله العالم. غذاء العالم مش كله مكفي، والخارج يعني الفضلات الايه؟ قاعدين اليوم بيتكلموا في موضوع المناخ باظ واحتباس حراري. طلع رئيس قال لهم ايه؟ ما تشخوش كتير. قال لهم ما تشخوش كتير، انبعاثات حراريه ايه ومصانع ايه؟ انتوا ما تخشوش الكبانيه الا مره كل يومين. وعشان نسيطر على الموضوع اكتر ممكن نحط كارت على مؤخره كل مواطن، هتشخ اكتر من مرتين هتدفع. طب وحل مشكله الاحتباس الحراري دي نعمل فيها ايه؟ نلبس الارض بامبرز؟ هي دي بقى الاسرار اللي بتتميز بيها عن بقيه العلماء يا شيخ. عارف ده انت عارف يعني لامم الناس وعامل جلسه عن علم الكبانيه. يا ترى عارف ايه تاني ومخبيه علينا؟ ازاي ننشن صح في القعده؟ صح؟ قول يا شيخ ابراهيم، قول انت جايب الكلام ده منين؟ نقدر نقول اللي انت بتقوله ده اجتهادات ولا تنبؤات؟ والله هو مش اجتهادات ولا حاجة، هي نورانيات. لكن انت مش ندمان على اي تصريح قلته او اي كلام قلته؟ أبدا، ده علم جديد لازم البشرية ترجمه. معنى شريف قرآني يهب على القلب ويتلقفه العقل ولا يعرفه الدارسون. وحسب كده بقى عشان ممكن اطلع علمي دلوقتي اعميه. هو العلم نازل عليا انا بس، نازل بلت ان ولا يعرفه الدارسون. اكيد طبعا الناس الدارسه المتعلمه المثقفه ما درستش علم الكبانيهات ده. يهب على القلب ويتلقفه العقل. هو اي حاجه كده تيجي على عقلك تطلع تقولها كده؟ ما انا ياما بيجي في دماغي حاجات هبله ما بطلعش اقولها. يعني ساعتها بقى قاعد كده بالليل باصص للسقف بالليل قبل ما انام واقول هو انا لو ضربت نفسي جامد واتوجعت ابقى قوي ولا ضعيف؟ ما بقولش الكلام ده بقى علم اطلع اقوله للناس واسمي نفسي العارف. لا بقول لك يا شيخ عارف، انت حرفيا ما طلعتش عارف، انت بالظبط بقيت عامل زي ايسر. تخيل. بس انا مستغرب من حاجه يا جماعه، يعني بعد كميه الجهل اللي بيقولها ده، يعني ازاي بيطلع في الاعلام؟ ده الناس البسيطه بتبوس ايده على انه ولي من اولياء الله الصالحين، ده واخد مساحه ينشر الجهل بتاعه ده عادي كده وسط الناس، ده الدوله سامحه له يقول الكلام ده في المنتديات والمؤتمرات والجوامع. يا ترى ليه؟ ثورة 25 هم الناس، يعني الهم اللي الناس لسه عايشه فيه. عندك 4 آيات هلاك. 4 آيات ايه؟ بيتكلموا عن الهلاك. فيهم كم لفظ هلاك؟ فيهم 6. افتح. لما جينا نحسب 58 و59 ارقام الايات، هي نفس المده اللي من 52 من اول تولي الرئيس جمال عبد الناصر او محمد نجيب، يعني الله يرحمهم، واخد بالك، لحد سنه كام؟ 2011. يعني الثوره دي كانت جايه لايه؟ اهلكنا. الله الله، ايه ده؟ ثانية، ايه الصوت ده؟ سمعتوه؟ سبحان الله، العلم لما بيكون بسيط وسهل بيوصل لكل الكائنات الحيه لدرجه ان في فرخه بتهلل مع الناس. ما شاء الله، جايبها من المعادلات الحسابيه. انا برضو اول ما شفتك كنت بشبه عليك يا شيخ اينشتاين.
العارف بالله اينشتاين. وبعدين ما انت ايات هناك عندك في القران، يعني في عندك 13 و6 و26 و205 و155، اشمعنى اختار بتاع 59 بس برضه عنده حق. ثوره هناك جايه اهلكنا فعلا. لو ركزت في اي ارقام هتلاقيها بتقول كده ان شاء الله. حتى مثلا ارقام كور البلياردو، بص يا سيدي اهي بسيطه اهي. عدد كور البلياردو كام؟ 15؟ لا 16، ما حسبتش الوايت. لو اخترت الاسترايك ونزلت كل الكور وفضلت البلاك بس، قمت منزلها خلاص تعكسي ولسه هتحتفل، قامت الوايت نزلت وراها وخسرت، يبقى الثوره دي ايه؟ اهلك. ومع الفراخ يا شيخ الثوره دي كانت حاجه عظيمه. عيب اللي انت بتقوله ده، انت المفروض عارف، يعني اكيد عارف حاجه زي كده. طب خلاص بلاش الثوره دي وحشه، قول لنا طالما ما فيش ثوره قول لنا بقى نظام الحكم يبقى شكله عامل ازاي؟ الانتخابات تجوز او لا تجوز؟ ما تنفعش. لا انتخابات مجلس شعب ولا انتخابات رئيس جمهوريه، ما ينفعش. ليه؟ شويه تبع البلد وشويه تبع بره البلد، ازاي يجمعوا في صندوق؟ ما ينفعش. ده هو الجيش يقعد كده وبيختار واحد اهي بسيطه. هو الجيش يجي يقبض على كل اللي بيترشحوا ويمسك بقى الحكم. هيحيل لي وزير الاوقاف واطلع اقول للناس ايه؟ ما تشوفوش كتير. لا ما تترشحوش كتير. الديمقراطيه دي مشكله العالم، ما هي كده. انا برضو كنت مستغرب ليه الاعلام موجه كده للناس وعمال يشترك. ما طبيعي واحد بيطلع يشتم ثوره يناير وان الجيش هو بس اللي يحكم، ده انت مش بعيد تبقى وزير الاعلام.